رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. هنبدأ في رحلة روحية، رحلة نحو التغيير جديدة. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا بيحصل لكل إنسان. كل إنسان في زحمة الحياة وسرعتها، في صراعاتها وهمومها اللي ما بتخلصش، بنجري ونتعب، بندور على الراحة على الطمأنينة. ممكن بعضنا يلاقيها في فلوس، ممكن بعضنا يلاقيها في شغل جديد، في مشروع جديد، في علاقات جديدة، بس في الآخر بنحس إن في حاجة ناقصة. دايما بنحس إن في حاجة مش مكتملة، بنحس بفراغ كبير. مش بتملي الفراغ ده إلا بحاجة واحدة بس، حاجة الوحيدة اللي تحسسك إنك مش لوحدك، ألا وهي الصلاة. الصلاة اللي هي أهم ركن في الدين بعد الشهادة. الصلاة اللي تعتبر الصلة بين العبد وربه. الصلاة اللي هي المكسب العظيم اللي الواحد بياخده كل يوم. عمرك حسيت كده ان في مثلا فرصة مكسب بيمر من قدامك كل يوم 5 مرات وانت مش بتاخده؟ اللي ما بيصليش بيخسر مكاسب عمره، ومكاسب ما تتعوضش. يعني مثلا بيخسر الراحة. الصلاة هي أكبر مصدر للراحة. لما بيكون الإنسان مهموم، وأثقال الحياة موجودة على كاهله في الشغل وفي البيت، ومش عارف يا عيني يلاقيها منين، بتكون الصلاة هي الحاجة الوحيدة اللي بتشيل الحمل عنه. حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا على فايدتها العظيمة في شيل الحمل لمواجهة الحياة. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة يا جماعة مصدر راحة أبدي في الحياة وفي الآخرة. طب بتخسر إيه كمان لو ما بتصليش؟ بتخسر البركة، بتخسر النماء. الصلاة تجلب البركة في الوقت، في المال، في الأولاد، في كل حاجة، في رزقك، في صحتك. ما حصلش كتير ان انت مثلا تعبت وشقيت ومعرفش ايه وجبت لقمة لولادك، اللقمة دي قعدت أكلت ناس كتيرة، فبتدي لك بركة في كل حاجة، بركة في صحتك وفي رزقك وفي وقتك، كل شيء كل شيء. طب ايه اللي بنخسره تاني اللي ما بيصليش؟ الصلاة بتخسر الحماية والنصرة. الصلاة بتحميك من الشرور، بتحميك من المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالصلاة هنا حصانة. الصلاة بتنهيك كل ما تيجي تروح لمعصية، لا تفتكر لا أنا إنسان مصلي، أنا إنسان لا ما أقدرش. فبتنهيك عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب إيه كمان بتخسره؟ بتخسر القيمة الروحية نفسها.
فاهم ازاي؟ اللي ما بيصليش ده بيبقى عامل زي السفينه اللي ماشيه في البحر من غير بوصله، مش عارفه هي رايحه في اي اتجاه. فاهم ازاي؟ ممكن توصل، بس توصل مش عارفه فين. ها، في الاخر، ها، ولا بتبقى مستمتع برحله، ولا عارف الطريق، ضال، ضال في طريقك. ها، طيب اهم حاجه بتخسرها ايه؟ اهم حاجه تخسر قربك وصلتك بربنا. يا جماعه الصلاه مش مجرد فرض او حركات بنأديها، دي الصلاه دي هديه لامه الاسلام، للمسلمين. الصلاه، ها، ده ميعاد خاص مع ربنا، بينك وبين ربنا. تخيل نفسك كده واقف ذليل ضعيف بين ايدين ملك الملوك خالق الكون، وبيقول لك تعالى كلمني، انا سامعك، انا مستنيك، تعالى اغفر لك، تعالى ارحمك. ها، 5 مرات في اليوم. 5 مرات كتير يا جماعة؟ لا، خلي بالك، دي فرصة، فرصة، ها، ان انت اول حاجة تفصل من دوشة الدنيا. ها، فرصة ان انت تفتح قلبك، فرصة تتكلم مع حبيبك، تتكلم مع ربنا، فرصة تتكلم مع اللي خلقك، تفضفض له. انما اشكو بثي وحزني الى الله. يا جماعة انت في الصلاة بتكون في احسن حال، في اقرب مكان من ربنا، مش بتتكلم حد، مش بت... انت بتكلم ربنا بس، بتطلب منه اللي نفسك فيه، بتحكي له اللي جواك، ها، بتحكي له همومك، مشاكلك، ايه اللي مزعلك. ها، مش بس عبادة، الصلاة صلة، والصلة شيء بيربطك بينك وبين ربنا. الصلاة بتقوي قلبك، الصلاة بتنور طريقك. طيب في ناس تقول لك ازاي، تقول لك انا بحاول اصلي بس مش قادر. لا، الصلاة حاجة حلوة، ما تاخدهاش ان هي حاجة وحشة. الصلاة خدها ان هي انت جاي لربنا، جاي لحبيبك، جاي فضفض معاه، ما تاخدهاش حاجة تانية. الصلاة يا جماعة من فوائدها في الدنيا الراحة النفسية والطمأنينة. ربنا قال في كتابه العزيز الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة هي أعظم أنواع الذكر، الصلاة هي أعظم أنواع الذكر. الصلاة بتدي لك بركة في الوقت والرزق. ها، الصلاة بتطهرك من الذنوب. ها، كل ذنوبك اللي عملتها في اليوم بيضيعوا في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير جدا، قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. يمحو يعني بيشيلها، يمحو الله بهن الخطايا. طب ده فوائدها في الدنيا، فوائدها في الآخرة ايه يا جماعة؟ أول حاجة هتتحاسب عليها الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد، ها، يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. طب فأنت إيه كمان الفايدة؟ النور التام يوم القيامة. الصلاة نور على الصراط. ها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا، قد معاك، نورا وبرهانا ونجاة.
يوم القيامة، نور وبرهان، أي حجة ودليل لك، ونجاة، هتكون سبب لنجاتك من النار ودخولك الجنة بإذن الله. طب إيه الفايدة التانية؟ الصلاة مفتاح الجنة، الصلاة هي الطريق المباشر للجنة. الخلاصة، الصلاة هي الطريق المباشر للجنة. يا جماعة الصلاة دي حاجة والله العظيم ما تتساب، فرصة ورحمة وبركة وطمأنينة وكل حاجة. انت بالصلاة دي انت يعتبر بتعمل كل العبادات. من اسرار الصلاة العظيم انها مش بس عبادة واحدة، دي مجموعة عبادات في عبادة واحدة. كل حركة بتعملها ليها معنى عميق وبتربطك بعبادة تانية. يعني مثلا الوضوء طهارة، عامل زي طهارة يوم عرفة، بتغسل ذنوبك كلها. استقبال القبلة، عامل زي لما تيجي تقف تتجه نحو الكعبة كأنك بتحج البيت الله. طيب القيام، وقفتك، وقفة العبد الذليل إلى ربه. انحنائك، الركوع، وقف التعظيم. انحنائك ده تعظيم لربنا وكأنك بتخشع أمام عظمته سبحانه. طب والسجود ده أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. بتنزل عليك أغلى حاجة، بتنزل أغلى حاجة في جسمك وأكرم حاجة وهي جبهتك، بتحطها على الأرض اعترافا بضعفك أمام عظمة الخالق سبحانه. الصلاة بتقف فيها عن أي شيء بيشغلك من الدنيا، فده يعتبر صيام. الصلاة بتبذل فيها وقت ومجهود، فدي تعتبر زكاة بتطهر بيها نفسك. عرفتوا الصلاة بتجمع كل العبادات ازاي؟ يا جماعة الصلاة والله 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 اللي ما بيصليش هيخسر كتير. اقبل على الصلاة وانت محب ولست مكرها. تعال اقول لك ادلة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثين خطيرين جدا في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خلاص. طيب ايه الحديث الثاني؟ قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. خلاص يا جماعة، يعني اللي بيتركها والعياذ بالله بيكفر. احنا عاوزين نقابل ربنا واحنا مؤمنين ومسلمين متقين ويحسن خاتمتنا، والعياذ بالله نقابله كفار مشركين. مش معقول يا جماعة. طب تعالى اقول لك قصة يعني ممكن حد يقول لي يا عم ده الكلام ده جميل جدا بس انا مش حاسه. طب هقول لك قصة صغيرة. كان في واحد مهموم، حياته بايظة خالص، علاقته متلخبطة، مديون. من كتر المشاكل لقى كل الابواب مسدودة. قال لك طيب انا هقوم اصلي يمكن ربنا يفرج عليا. بدأ يصلي صلاة واحدة، ومن صلاة بدأ يصلي الصلاة اللي بعديها. في يوم من الأيام كان بيصلي وهو بيعيط، بيحكي لربنا، بيشتكي له كل اللي جواه. بعد الصلاة دي حس بسلام وطمأنينة داخلي رهيب. والله 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 الدنيا كلها، كل اللي كان فيه اتغير. بقوا دايما
مكان راحته النفسية مع ربنا، مكان سعادته مع ربنا في الصلاة. حياته كلها اتغيرت، كل الأبواب المقفولة اتفتحت، قلبك نفسه اتغير، كان ظلمات وتحول لنور بالصلاة. يا جماعة الكلام ده ما بيحصلش ما بين يوم وليلة. لما القلب بيتغير كل حاجة حوالينا بتتغير. ده مش كلام والله، ده حقيقة بيعيشها كل اللي بيصلي بجد. طب هقول لك على مجموعة خطوات كده بسيطة لو عاوز تصلي. أول حاجة ابدأ بصلاة واحدة، اختار صلاة بتحبها كده زي صلاة العصر مثلا وصليها بتركيز. يوم بعد يوم بعد يوم هتلاقي نفسك بتصلي باقي الصلوات. تاني حاجة الصحبة الصالحة، استعين كده بصديق صالح. شوف حد بيصلي يساعدك، ياخدك في صلاة الجماعة. فاهم ازاي؟ كل الكلام ده بيكون ليه تأثير جامد على حكاية الصلاة. تالت حاجة فكر في معنى الصلاة. لما بتقول الله أكبر في الصلاة إن ربنا أكبر من كل شيء يشغلني، الله أكبر، الله أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من همومي، أكبر من مشاكلي، أكبر من أي حاجة. لما بنقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني معناها إن إحنا بنلجأ لربنا. خدها كده، افهمها كده. لما تتوضى في البيت خلي الوضوء دايما عبادة. الخطوة الرابعة خلي الوضوء عندك عادة. الوضوء بس مش تطهير للجسم، لا ده كمان تطهير للروح. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اللي قلناه قبل كده، أرأيتم لو أن بباب أحدكم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات، طبعا كلنا عارفينه. فالوضوء هو النهر اللي بيغسل ذنوبنا. افتكر دايما ان ربنا بيحبك، ربنا عاوزك، ربنا بيستناك، هو غني عنا وعن العالمين، احنا اللي محتاجين له. الموضوع مش محتاج مجهود ولا مشكلة نفسية قد ما محتاج نية صادقة وعزم. ان شاء الله صدقني الصلاة هي مفتاح حياتك للنجاح، هي اللي بتدي لك القوة في عز ضعفك، هي اللي بتدي لك الامل في عز يأسك، هي اللي بتعرفك انك مش لوحدك، معاك ربنا. قوم دلوقتي اتوضى وروح صلي وداوم واستعن بالله واقبل على الصلاة بحب مش بكره. انت رايح لحبيبك، وان شاء الله بإذن الله هتتغير الحياة بالنسبة لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا استمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.